في فيديو النهارده هنكمل الموسم الثاني من مسلسل الاكشن والخيال العلمي كولوني، وعلشان تبقى فاهم الاحداث ماشيه ازاي تقدر تشوف الموسم الاول على القناه، وهتلاقي اللينك برضه في التعليق المثبت. وانتهى الموسم الاول بعد ما ويل عرف ان كيتي من المقاومه وقدر ينقذها هي واللي معاها في اخر لحظه قبل ما يتقبض عليهم، وقال ان اداله بطاقه مرور بين المستعمرات مستواها عالي جدا، وطبعا ويل استخدمها على طول وبدا يتحرك علشان يرجع ابنه تشارلي. وعلشان نعرف الارض وصلت للدمار ده ازاي بنبدا الموسم الثاني وبنرجع للماضي شويه. ويل بيكون في بيته مع عيلته وبنشوف ابنه تشارلي لاول مره، وبتيجي لبيته شريكته من المخابرات واللي اسمها ديفون، فبيودع ويل عيلته وبيروح معاها لشغلهم. ولما بيوصلوا للمبنى بيعرفوا ان في حاله طوارئ، وبيلاقوا مدير الاستخبارات عامل اجتماع وبيقول ان في 7 شخصيات مهمه اختفوا من لوس انجلوس، ولحد دلوقتي مش معروف مين اللي خطفهم بالظبط، وهدف كل واحد منهم دلوقتي هو انهم يرجعوا ال7 اشخاص دول. وبنعرف ان من ضمن المختفيين دول مهندس، واللي بيبقى مهمة ويل وديفون انهم يعرفوا هو فين ويرجعوه تاني. فبيروحوا لبيته وبيلاقوه متدمر زي ما يكون حد سبقهم لهنا، لكن ويل بيلاحظ ان كاميرا المراقبة بتتحرك، فبيعرف ساعتها ان المهندس ده مستخبي وبيراقبهم. ولما بيعرف انهم من المخابرات بيخرج من الأوضة السرية يتكلم معاهم. وطبعا ويل وديفون بيبقوا مستغربين ان في اشخاص او منظمة هدفها انها تقتل المهندس، فبيقول لهم الشخص ده انه مش مجرد مهندس، وانه موجود على قائمة اشخاص مهمين جدا واللي مسؤولين عن اعادة اعمار بلدهم في حالة لو حصل عليهم هجوم او كارثة واتدمرت. وبعد ما عرفوا سبب اهتمام الاشخاص دول بيه بياخدوه وبيرجعوا بيه لمبنى المخابرات. ولان ويل حاسس ان في حاجه هتحصل بيتصل على كيتي وبيقول لها تجيب الاولاد ويستنوه في الحانه. وبعد ما بيقفل معاها بيلاحظ هو وديفون ان الموضوع بيتطور بسرعه، فبتتكلم ديفون معاه وبتقول له انهم لازم يسيبوا المكان حالا. ويل طبعا ما بيسمعش كلامها وبيرفض انه يسيب شغله، لكن ديفون بتصمم على رايها وبتسيبه هي وتمشي. وفجأة بعد ثواني الكهرباء بتقطع في المبنى كله، حتى العربيات والتليفونات، وما بيبقاش فيه أي وسيلة للتواصل. وبعد كام ساعة في الحانة بيلاقوا ويل داخل عليهم، وكيتي بتبقى مرعوبة وبتقوله إنها ما قدرتش توصل لابنهم تشارلي لأن مفيش أي وسيلة تواصل وحتى عربيتهم عطلت. فبيطمنها ويل وبيخرج بسرعة على بره علشان يلاقيه ويرجعه. ومن اول يوم في الاحداث بنشوف بروسارد هو كمان، وبيبقى داخل لمكان متجمع فيه كل اللي خدموا في الجيش قبل كده واللي اتجمعوا مع بعض علشان يبداوا المقاومه. فبيقول بروسارد للقائد بتاعهم انهم المفروض ما يتجمعوش في مكان واحد لان الاحتلال ممكن يحدده بكل سهوله ويقضي عليهم مره واحده. لكن القائد ده ما بيسمعش لكلامه وبيقول له ان عددهم كبير جدا وكلهم متدربين على اعلى مستوى، ولو حاولوا بس انهم يحاربوهم هنا هيكسبوهم بسهوله. فبيقرر بروسارد انه يسيبهم هو وبيخرج من المكان، ولسوء حظهم انه بيكون عنده حق فعلا، لانه بعد ما بيخرج من المكان ده بثواني الاحتلال بيمسحه بكل اللي فيه. وبيوصل ويل اخيرا للمكان اللي فيه مدرسة ابنه تشارلي، بس فجأة بتحصل حاجة غريبة وبتنزل زي سفن من السماء، والسفن دي بتبقى هي السور اللي صنع بيه الفضائيين المستعمرات كلها، زي ما يكونوا كانوا مجهزينها علشان اول خطوة ياخدوها انهم يقسموا البشر. وللاسف ما بيقدرش ويل يوصل لتشارلي بسبب اللي حصل. وبنرجع للوقت الحالي بعد ما وصل ويل للمستعمرة اللي فيها تشارلي، وبنشوفه وهو داخل لبيت والشخص اللي جوه البيت ده بيرفع عليه السلاح، وبيطلع ان البيت ده هو بيت شريكته ديفون. ويل بيبقى رايح يطلب مساعدتها لانها اكيد عارفة كل اللي بيحصل في المستعمرة، فبتستقبله ديفون وبتعالجه من اصابات الاحداث اللي فاتت، وبتعرف منه انه بيدور على ابنه تشارلي علشان كده جه يطلب مساعدتها. فبتوافق ديفون انها تساعده، بس بتحذره ان المستعمرة دي غير اي مستعمرة تانية لان اللي بيحكمها كلهم زعماء العصابات، والاخطر كمان انهم متحالفين مع الاحتلال. فبيقول لها ويل انه عارف ان ابنه مع واحد من زعماء العصابات اسمه سولومون، وبيطلع ان ديفون عارفة الشخص اللي بيتكلم عنه، وبتقول له ان مهمتهم كده هتكون اصعب بكتير، بس بتقول له برضه ان في فرصة ولازم يتحركوا حالا. وفي مبنى الامن بنشوف جينيفر وهي بتراقب كيتي، وده طبعا بعد ما عرفت انها من المقاومة في الموسم اللي فات يمكن توصل لاي حاجة تساعدهم في القبض على بروسارد. وفجأة بيدخل لها واحد من الامن وبيقول لها ان المدير الجديد عاوز يقابلها،
فبتروح جينيفر لمكتبه وبنعرف ان الشخص ده اسمه دان، وعينوه بعد الاحداث الاخيره مكان ويل، وبسبب اختفاء ويل وبو بيبقى شاكك في جينيفر هي كمان، بما انها معاهم في نفس الفريق اكيد ساعدتهم. لكن جينيفر بتنفي طبعا كلامه كله، وبتقول له انها في المكان ده قبلهم بكتير، ولو اداها فرصه هتثبت ان وجودها مهم جدا ليهم. فبيوافق دان لكنه بيهددها وبيقول لها انه لو حس انها مش مفيده ليه هتترفد من شغلها. وبنرجع لويل وديفون وهم رايحين لمنطقة عصابة سولومون، وبتتكلم ديفون مع كام واحد من العصابة وبتقول لهم انها عاوزة تقابل زعيمهم، ولانهم عارفين ديفون بياخدوها تقابله. واول ما بيقابلهم بتديله ديفون واحدة من العملات اللي بيتعاملوا بيها، وبتقوله انهم جايين يعرضوا عليه صفقة، وبيوريه ويل صورة ابنه وبيسأله اذا كان فعلا شغال لحسابه، وبيعرض عليه كمان بطاقة المرور اللي خدها من ألين في المقابل. فبيوافق سولومون وبياخد منه البطاقة، وبيقول له ان ابنه تشارلي شغال معاه فعلا، وبيعرفه الشارع اللي بيبقى موجود فيه دايما. فبيروح ويل على هناك على طول وبيقابله، وطبعا تشارلي اول ما بيشوف ابوه بيبقى مستغرب ومش فاهم وصله ازاي، وبياخده ويل وبيرجع بيه على بيت ديفون. ولان تشارلي اتربى وسط العصابات بيبقى متغير تماما. وتاني يوم بيصحى ويل على صوت ديفون وتشارلي، وبيطلع ان تشارلي كان عاوز يهرب ويرجع لعصابته تاني، لولا ان ديفون كانت صاحيه وشافته ومسكته، وده بيسبب صدمه لويل ان ابنه مش عاوز يرجع لعيلته تاني. وبيدخله للبيت وبيفضل يساله عن السبب اللي مخليه عاوز يرجع للعصابه. فبتقول له ديفون ان سولومون مسبب رعب لكل الاطفال اللي شغالين عنده، وبتطلب منه يبص على رجل تشارلي. وبيتصدم ويل اكتر لما بيلاقي عليها اثار تعذيب فعلا، وبيقول له تشارلي انه حاول يهرب اكتر من مره علشان كده عذبوه، ومن بعدها وهو خايف يسيبهم. ولما بيعرف ويل ان سولومون كان بيعذب ابنه بيتعصب جدا، لدرجه انه بيقرر يخلص عليه هو وعصابته بالكامل. وفعلا بيروح على طول على منطقه عصابه سولومون، ومن غير تفاهم بيموت اول واحد يقابله، وبيدخل بعدها للمبنى وبيبدا يخلص على العصابه كلها واحد ورا التاني. وبيخرج له سولومون فجاه وبيبداوا يضربوا بعض هما الاتنين، لكن ويل في النهايه بيقدر يتغلب عليه، ولانه متضايق بسبب اللي عمله في تشارلي بيضربه لحد ما بيموته. وفي نفس الوقت بنشوف ابنه برام وهو جوه السجن، وفي قاعة الأكل بيتعرف على مجموعة من المقاومة، وبنشوف رئيس الأمن وهو بيمسك واحد من المساجين مهرب سلاح، وبيطلع إن مدير السجن ده حاليا هو ألين، واللي القيادة شالوه من منصبه بعد الأحداث الأخيرة كعقاب ليه. وبالصدفة بيشوف برام قدامه وبيتعرف عليه فعلا وبيعرف إنه ابن ويل. وبنشوف كيتي وهي داخله للحانه وجينيفر بتبقى مستنياها هناك، واللي بتقول لها انها تشتغل لحسابها من هنا ورايح، وبتهددها انها عرفت كل حاجه عنها ومعاها ادله تثبت انها متورطه مع المقاومه، وبتطلب منها تسلمها بروسارد مقابل انها ما تبلغش عنها. فبتقول لها كيتي ان اتصالها معاه اتقطع وما بقتش قادره توصل له، وبتطلب منها ما تاذيش عيلتها لان ما عندهاش اي معلومات فعلا. وبنشوف مجموعة من الأشخاص في مجمع من مجمعات الأمن، واللي بيبقوا موجودين هناك علشان يقدموا وينضموا لهم. وفجأة قنبلة بتنفجر وبتدمر المكان تماما، وبيظهر كام واحد كمان من فوق المباني وبيقضوا على أي شخص لسه عايش. وبيقرب واحد منهم من شخص على الأرض وبيقول له إنه خاين وبيقتله. وفي مبنى الامن دان بيبقى متعصب جدا من اللي حصل، وطبعا بيحمل جينيفر المسؤوليه كلها، وبيقول لها انهم لازم يلاقوا بروسارد في اقرب وقت ممكن، وان دي اخر فرصه ولو ما كانش ليها فايده هتترفد. وبسبب كده جينيفر بترجع تتصل على كيتي تاني وبتديها عنوان مكان وبتقول لها تقابلها فيه حالا. وفعلا بتروح كيتي على طول للعنوان اللي هي اديتهولها، وبتكرر نفس كلامها لجينيفر وانها ما بقتش على تواصل مع بروسارد. فبتهددها جينيفر انها هتسلمها مكانه ولو ما وافقتش انها تساعدها، وساعتها بتضطر كيتي انها تقول لها اي معلومه علشان تسيبها في حالها، وبتعرفها على جهاز التجسس اللي شبه النحله اللي كانوا بيستخدموه، وانه موجود حاليا في مكتبها ولو فتشته هتلاقيه. وبعد ما ويل خلص على سولومون وعصابته بيرجع لبيت ديفون، وبيقول لتشارلي ان مفيش اي حد هيأذيه تاني. فبتتصدم ديفون لانها بتفهم انه خلص على سولومون ورجالته، وبتقول له ان عصابتهم ليها تحالفات مع عصابات تانية، واول ما هيعرفوا اللي حصل اكيد هينتقموا. فبيقول لها ويل انهم مش هيستنوهم وهيرجعوا لمستعمرتهم، وطبعا ديفون بتستغل الفرصه وبتقرر انها تروح معاهم هي كمان.
بس المشكلة ان ويل خسر بطاقة المرور بين المستعمرات اللي كانت معاه، ولما بيسمعهم تشارلي بيقول لهم على شخص معين اسمه تشاك، واللي معروف عنه انه بيتعاون مع العصابات وبينقلهم ما بين المستعمرات. وبيطلع ان ديفون هي كمان عارفاه وبيروحوا على هناك على طول، وبتتكلم معاه وبتقول له انها عاوزاه يهربهم هما التلاتة، وفي المقابل بتديله مفاتيح بيتها بكل اللي فيه. فبيوافق تشاك وبيحذرهم انها عملية خطر جدا. وبيتصدم ويل لما بيسمع الخطة اللي هيهربهم بيها، لانه بيطلع بيستخدم طيارة علشان يثبت حبل فوق السور، وهم يطلعوا من على الحبل ده وينزلوا بيه من الناحية التانية. وبيطمنهم ان طيارات الاحتلال ما بتبقاش موجودة في المنطقة، ولان مفيش طريقه غير كده بيضطروا انهم يوافقوا. وعلى طول بيخرج تشاك معاهم وبيوصلهم للمكان اللي هيهربوا منه، وزي ما قال لهم بيربط حبل فعلا في الطياره وبيطلعها فوق السور. والصدمه ان بعد دقايق بتخرج واحده من الطيارات من جوه السور، عكس اللي تشاك قاله لهم وان مش هيبقى في اي طيارات في المنطقه. وطبعا اول ما بتشوفهم بتنسف الاتنين اللي تحت ويل في ثواني، وللاسف بتموت ديفون هي كمان بعدهم. لكن الغريب انها بتيجي عند ويل وما بترضاش تهاجمه، زي ما تكون اتعرفت عليه وبتسيبه وتمشي. وبتستخدم جينيفر المعلومة اللي قالتها لها كيت، وبتبدأ تفتش المكتب كله علشان تدور على نحلة التجسس. وفعلا بيلاقوها، ودان بيقول لها تحصلوا على مكتبه حالا، ولانه شاكك فيها بيقول لها تعرفوا مصدر المعلومة. لكن جينيفر بترفض وبتقول له انه مصدر مهم بالنسبة لها. وساعتها دان بيصمم انها تسلمه بروسارد في اسرع وقت ممكن. فبتخرج جينيفر من عنده، وطبعا بتتصل على كيتي مرة تانية وبتعرفها ان المدير بتاعها مصمم انها تسلمه بروسارد. فبتوافق كيتي وبتديها عنوان تقابلها فيه تاني يوم. وفي السجن برام بيلاقي الحراس داخلين ياخدوه، وبيطلع ان قال هو اللي قايل لهم انه عاوز يقابله، وبيقول له انه هيعرض عليه صفقه لانه كان يعرف ابوه كويس، وانه عاوز يخرج من المكان ده زيه بالظبط. وعلشان يخرجوا من هنا لازم يسلم المقاومه اللي جوه السجن، لانه حاسس انهم بيخططوا لحاجه ولازم يوقفهم بسرعه. فبيفهم برام من كلامه انه عاوز يكون جاسوس لحسابه، ولان مفيش طريقه تانية للخروج من السجن بيضطر انه يوافق. وتاني يوم جينيفر بتروح تقابل كيتي، وبتتصدم لما كيتي بتقول انها هتودي بنتها لاختها مادي في المنطقه الخضراء، وبعدها هتسلم نفسها وهتقول كل حاجه تعرفها، لانها فعلا ما تعرفش اي حاجه عن بروسارد ولا قادره توصل له. لكن جينيفر بترفض انها تقبض عليها، وبتحذرها ان مش هي اللي هتحقق في الموضوع بعد كده، لان غالبا مديرها هيرفدها وهيجيب حد غيرها. وعلشان كده بترجع كيتي على بيتها بسرعه وبتلم هدوم بنتها، وبتعرفها انها هتروح توديها لخالتها مادي لانها هتعيش معاها فتره. ومره واحده بتسمع حد بيتحرك قريب من الباب، وبتتصدم لما بتلاقي ويل بيفتح الباب وقدر انه يرجع ابنهم تشارلي. وبعد ما بتطمن على تشارلي بتتكلم مع ويل لوحده، وبتعرفه ان برام اتقبض عليه وهو بيحاول يعدي من تحت السور. وعرفت من نولان جوز اختها انه في سجن ولسه ما ترحلش الفاكتوري. وجينيفر بتبقى سامعه كلامهم وشايفه كل اللي بيحصل عندهم في البيت. يمكن كيتي تطلع بتكذب عليها وتقدر توصلها لبروسارد. وفجأة وهي بتراقبهم بيجي واحد من الأمن يقول لها تقابل المدير، ولأنه كان متوقع إنها هتقبض على بروسارد بيتضايق، وبيقول لها إن دورها انتهى معاهم، وإنه هيعين ضابط تاني هيبقى المسؤول عن كل حاجة، ولو عاوزة تفضل معاهم لازم تتعاون مع الضابط ده وتقول له كل حاجة تعرفها. وفعلا اول ما بترجع لمكتبها بتلاقي الضابط اللي دان كان بيتكلم عنه مستنيها، وبنعرف ان الضابط ده اسمه بورك، واللي بيلاحظ ان جينيفر مركزة على الكاميرات اللي بتراقب بيت ويل، وبيسألها عن السبب وليه هي مهتمة بيهم للدرجة دي. فبتقول له جينيفر انها عرفت ان ويل رجع لبيته علشان كده بتراقبه، مجرد بروتوكول بيتأكدوا بيه من امانه مش اكتر. لكن بورك مش بيقتنع بكلامها، وبيقول لها انه حاسس ان في حاجة غلط بتحصل هنا، ولو اكتشف ان ليها علاقة بالمقاومة او مخبية عنهم اي حاجة هتروح على طول لفاكتوري. وبعد ما بيخرج من عندها بترجع جينيفر تراقب ويل وعيلته تاني، وبالصدفة في نفس الوقت ويل بيبقى بيتكلم مع كيتي، وبيكون لسه متضايق منها لانها خبت عليه انها من المقاومة، وبيحملها مسؤولية ان ابنهم برام اتقبض عليه، وبيعرفها ان لولا كان زمانها مقبوض عليها هي كمان، لانه قتل كويل بعد ما كان ناوي يسلمها هي وبروسارد. وبتتصدم جينيفر اول ما بتسمع كلامه، لان الموضوع ده غالبا لو اتعرف هيؤدي ان ويل وعيلته بالكامل يموتوا، او حتى على الاقل هيتنفوا كلهم لفاكتوري.
وشويه وبيطلعوا يتكلموا في اوضه برام، وبتعرفوا كيتي ان جينيفر اتواصلت معاها وعاوزاها تسلمها بروسارد، والمشكله انها ما بقتش عارفه مكانه لانه قطع اتصاله بيها، وده بيخلي جينيفر تتاكد من كلامها وانها مش بتكذب عليها فعلا. وبتسمعها كمان وهي بتقول انها كانت ناويه تدي بنتهم لاختها مادي علشان لو جينيفر قبضت عليها بنتهم ما يتقبضش عليها هي كمان. وكلامها ده كله تقريبا بيخلي جينيفر تتعاطف معاها، بس المشكله ان ويل بيرجع يبوظ الموضوع تاني، لانه بيقول لكيتي انه هيقدر يتصرف معاها وانه هيمثل عليها انه صديقها تاني ومش هيخليها تسلمهم. وللاسف بعد ما كانت جينيفر متعاطفه معاهم بتتضايق جدا من كلامه، وبتخرج على طول من مكتبها على مكتب المدير وبتقوله ان عندها معلومات مهمه جدا. بس فجأة بتغير رأيها تاني ومجرد بتقوله إن ويل رجع لبيته، وده للأسف بيؤدي لنهايتها معاهم في الأمن، لأن دان بيقول لها تفضي مكتبها حالا وتنضم لفريق المراقبة. وفي البيت عند ويل لينزي بتكون بتدرس لبنتهم، ومرة واحدة بتحصل حريقة في المطبخ، فبيجري ويل وكيتي بسرعة وبيقدروا إنهم يطفوها، وواضح كده إن كتاب لينزي هو اللي كان مسبب الحريقة. علشان كده بتهديها كيتي وبتديها باقي اليوم اجازه، ولما بتلاقي تشارلي بيضحك بتفهم ان هو اللي حرق كتابها، وبيستغرب ويل ان جهاز انذار الحريق اللي في بيتهم ما اشتغلش، وبيفهم ساعتها انه متعطل لان جواه اجهزه مراقبه. وبعد ما اتنقلت جينيفر من القسم بتاعها بترجع لمكتبها بسرعة وبتمسح كل الملفات اللي عليها فيديوهات مراقبة ويل، ولسوء حظها برضو ان بوركي بيدخل لمكتبها مرة تانية، لكن الملفات بتكون اتمسحت خلاص. وبتخرج جينيفر من الأوضة وبترجع لبيتها وهي عارفة ان المراقبة هتكون اكتر عليها، ولانها تعبت من شغلها مع الاحتلال للأسف بتقرر انها تنهي حياتها. وفي نفس الوقت بنشوف واحدة من طيارات الاحتلال قريبة جدا من الأرض، وفجأة بيظهر أشخاص من وراها وبيقدروا إنهم يعطلوها، وبيطلع إن بروسارد لسه مع المجموعة اللي انضم لهم الموسم اللي فات، وعاملين خطة علشان يوصلوا لواحدة من طيارات الاحتلال يمكن يقدروا يفككوها ويفهموا التكنولوجيا بتاعتهم أكتر. لكن مرة واحدة الطيارة بتخرج عن سيطرتهم وبتبدأ تشتغل تاني، فبتحط عليها مورجان كاميرا مراقبة صغيرة بسرعة، وعلى طول بيهربوا قبل ما تشتغل تاني وتموتهم. وتاني يوم ويل بيقرر انه يرجع لشغله تاني بحيث محدش يشك فيه ويعرف جينيفر ناوية على ايه بالظبط. وقبل ما يدخل للمبنى بيوقفوا واحد من الامن وبياخده معاه وبيدخله الاوضه، وبعد ثواني بيدخل داني يتكلم معاه وبيعرفه انه المدير الجديد، فبيساله ويل عن السبب اللي مخليهم يحققوا معاه، وبيقول له كمان انه كان خارج بطريقه قانونيه بمساعده ألين وكيل المستعمره نفسه. فبيقول له دان ان ألين اترفد من منصبه وانه عارف من ملفه انه كان مفيد جدا ليهم، بس في شويه حاجات مخليه يشك فيه، علشان كده حب يتكلم معاه شويه ويتاكد منها بنفسه قبل ما يرجع لشغله تاني. وبيساله عن مكان شريكه بو واختفى ازاي، فبينكر ويل انه يعرف مكانه طبعا، وبيقول له انه خاطر بنفسه علشان يرجع لهم الشخصيه المهمه اللي كانت المقاومه خطفاها وانقذ المستعمره بتاعتهم قبل ما الاحتلال يدمرها، وهو الوحيد برضه اللي يقدر يساعده علشان يلاقي بروسارد. فبيقتنع دان بكلامه وبيضطر انه يصدقه، وبيخرج ويل معاه هو وبورك وبيرجع لمكتبه. ولما بيلاحظ ان جينيفر مش موجوده بيستغرب، والاغرب كمان انه لما بيسأل اي حد عليها بيقول انه ما يعرفهاش. ولما بيصمم يعرف هي راحت فين بورك بيقول له انها اتنقلت لقسم تاني، لكن برضه ويل بيشك انه بيكذب عليه، علشان كده بينزل للقسم اللي المفروض انها اتنقلت له. بس المشكله انه ما بيقدرش يدخله لانه محتاج تصريح اعلى من التصريح بتاعه. وبنروح لبروسارد والمجموعة اللي معاه بعد ما رجعوا للمخبأ، وبيشوفوا فيديو الكاميرا اللي ركبوها على الطيارة واللي بتبقى داخلة من فتحة فوق السور، وبيتصدموا لأنهم بيشوفوا نور أحمر كتير قدامهم. ده معناه إن الاحتلال مخزن طيارات ملهاش نهاية جوه الأسوار نفسها، في حالة حصل حاجة يقدروا يقضوا على أي حد بسهولة. وده طبعا بيسبب إحباط لأغلبهم لأنهم بالشكل ده أضعف منهم بمراحل ومش هيقدروا يعملوا أي حاجة. وفي السجن برام بيتكلم مع واحدة من المقاومة اسمها مايا، وبيطلع إنه قرر يتعاون معاهم ويضحك على ألين لأنه بيعرفها إنه حاليا شغال جاسوس لحسابه، وإنهم ممكن يستغلوا الموضوع ده ويوصلوا له معلومات غلط ويبعدوا عنهم لحد ما ينفذوا خطتهم. فبتوافق مايا وبتبدأ تقول له فعلا على الخطة، وبنعرف إنهم جزء من مجموعة مقاومة اسمهم الإيد الحمراء، ودول نفس المجموعة اللي نفذوا العملية وقتلوا الناس في مجمع الأمن.
ولان ويل عاوز يطمن على جينيفر بيروح يدور عليها في بيتها، بس برضه ما بيلاقيش لها اي اثر وزي ما تكون اختفت تماما. وبيطلع ان شريكه بورك مراقب تحركاته، لان ويل وهو خارج من بيت جينيفر بيلاقيه قدامه، فبيسأله عن جينيفر تاني وايه اللي حصل لها بالظبط، وبيفهم من كلام بورك انها ماتت وما اتنقلتش القسم تاني ولا حاجة. وفي السجن مايا بتروح تتكلم مع برام تاني، والمرة دي بتعرفوا على القائد بتاعهم كمان واللي اسمه اديسون، وبنفهم من كلامهم ان الاحتلال بيخزن شحنة في سجن ألين، وغالبا كده مهمتهم هي تدمير الشحنة دي لانها مهمة. ولما بيرجع ويل البيت بيخرج هو وكيتي يتكلموا، وبيعرفها ان جينيفر غالبا ماتت وان اكيد سرهم مات معاها، لان دان وبوركي لو كانوا يعرفوا اي حاجه كان زمانهم دلوقتي في طريقهم لفاكتوري، وانه طالما بيساعدهم ومفيد ليهم مش هيشكوا فيه. فبتقول له كيتي انها هتروح هي كمان لاختها مادي، يمكن تقدر هي وجوزها نولان انهم يساعدوا برام ويخرجوه من السجن. وفعلا بتروح كيتي بعدها تتكلم مع مادي، وعلشان تثبت لها مادي ان برام ما راحش الفاكتوري بتوريها ملف، وبتقول لها انها اتدخلت هي ونولان وخففوا عقوبة ابنها لمجرد السجن. وبتلاحظ كيتي ان الملف ده فيه معلومات مهمة كتير جدا، مش مجرد بيانات ابنها وموجود فين دلوقت. وفجأة بتيجي واحدة تقول لمادي ان ضيوفها في الحفلة بيسألوا عنها، فبتروح لهم مادي وبتسيب كيتي لوحدها في الأوضة. وطبعا كيتي بتستغل الفرصة دي وبتقعد على الكمبيوتر وبتنقل كل المعلومات والملفات اللي قدامها دي على فلاشة بسرعة، وبتقوم تخبيها في شنطتها قبل ما أختها ترجع تاني. وفي مخبأ المقاومة سيمون بيكون زهق من كتر الحبسة وعاوز يخرج، لكن مورجان بتقوله انهم لازم يسمعوا كلام بروسارد، لانه لو خرج من هنا هيتقبض عليه وهيضيع كل اللي هم بيعملوه. وفجأة صاحبهم براندون بيتعب جدا وحالته بتتدهور بشكل سريع وبيبدأ يكح دم. وفي الحانة عند كيتي بتلاقي حد بيخبط عليها، وبيطلع ان مورجان جاية تطلب مساعدتها، وبتعرفها ان براندون تعب جدا وهي الوحيدة اللي تقدر تساعدهم لانهم مش قادرين يوصلوا لبروسارد. فبتضطر كيتي انها تروح معاها، وبيوصلوا للمخبأ، لكن واضح كده انهم وصلوا متأخر لان حالة براندون بتكون اتدهورت تماما ولسه برضه مش واضح السبب. علشان كده كيتي بتتصل بويل وبتطلب مساعدته هو كمان. وفعلا بعدها على طول بيروح لها على الحانة، وبتعرفوا ان واحد من خلية المقاومة اللي كانت معاهم تعبان جدا ولازم يساعدوه لانه ما ينفعش يروح للمستشفى. وطبعا ويل بيبقى مقلق لانه متراقب دايما من دان وشريكه بورك، لكن في نفس الوقت لازم يساعدهم برضه علشان ما يتقبضش عليهم. فبيروح على طول لدكتور يعرفه شغال مع الاحتلال، ولانه يعرف كل حاجة عنه وانه بيهرب ادوية بيهدده، وبيقول له يخرج معاه حالا يساعد شخص مريض يا اما هيبلغ عنه. فبيضطر الدكتور ده انه يوافق وبيخرج معاه، وبيروحوا مع بعض للمخبأ اللي فيه المقاومة. وبيتصدم طبعا لما بيعرف ان المريض ده واحد منهم، وبيبدأ يكشف عليه وبيقول لهم ان حالته سيئة جدا، بس المشكلة انه مش قادر يحدد السبب نهائي. وبيقول انهم ممكن ياخدوه للعيادة بتاعته، وهناك بالاجهزة هيقدر يحدد السبب ويبدأ علاجه. فبيوافقوا على كلامه وبياخدوا براندون معاهم فعلا، وبيروحوا على هناك وبيدخلوه للعيادة وبيجهزوه علشان يكشف عليه. وبعد ما الدكتور عمل تحليل لدمه بيتكلم مع ويل وكيتي، واول حاجه بيقولها لهم انهم ورطوا نفسهم في مصيبه، لان الشخص ده اتعرض لحاجه مشعه وهي اللي دمرت جسمه، وايا كان اللي هم بيعملوه او شغالين عليه لازم يوقفوه حالا. وبيعرفهم ان مفيش طريقه يقدر يعالجوا بيها، وغالبا كده قدامه اقل من 48 ساعه ويموت. وطبعا بيفهموا ان اللي سبب كل ده هو الجزء اللي فكوه من الفضائي، واللي كان براندون شغال عليه علشان يعرف نقطه ضعفهم او يفهم التكنولوجيا بتاعتهم. وبعد ما بيخلصوا كلام معاه بيعرفوا براندون بالحقيقة وبياخدوه معاهم لبيته القديم، وهناك بيتكلم مع ويل وبيطلب منه ينهي حياته، ولأن ويل مش قادر يموته بيديله مسدسه. وبعد دقايق بتسمع كيتي صوت ضرب النار، وبتعرف ان براندون انهى حياته بنفسه. وعلى ابواب المنطقة الخضراء بنشوف شخص بيتصرف بطريقة غريبة ومتوتر جدا، ولما بيشوف الامن بيخاف وزي ما يكون غير رأيه في اللي كان هيعمله. ولسوء حظه ان ده بيلفت انتباه الامن اكتر، وبيطلع ان في قنبلة في الشنطة اللي على ظهره، وفجأة بتنفجر فيه هو وكل اللي حواليه. وبنشوف اللي مسؤولة عن التفجير ده واللي اسمها فرانكي، ودي واحدة من قيادات مجموعة الإيد الحمراء. ولما بيروح ويل على مبنى الأمن دان بيتكلم معاه وبيقول له على عملية التفجير اللي حصلت، وإنهم عارفين الشخص اللي نفذها وصوروه مع اللي اسمها فرانكي، وشاكين إن فرانكي دي عضو مهم جدا في جماعة الإيد الحمراء، ولو وصلوا لها أكيد هيقدروا يوصلوا لباقي المجموعة. وفي نفس الوقت كيتي بتروح لمخبأ المقاومة وبتديهم الفلاشة اللي عليها الملف اللي حملته من جهاز نولان، يمكن هم يقدروا يفكوا التشفير بتاعه ويعرفوا المعلومات اللي عليه.
وفي البيت عند مادي نولان بيتكلم معاها وبيقول لها ان رئيس المخابرات هيحقق معاه لان في فايل مهم جدا اتحمل من الجهاز بتاعه، وبيسأل مادي اذا كانت شافت اي حد دخل لمكتبه، فبتقول له مادي انها ما تعرفش وان الحفلة كان فيها ناس كتير، لكنها طبعا بتبقى متأكدة ان اختها كيتي هي اللي حملت الملف. وعلشان كده لما بتخلص كلام مع نولان بتروح لها البيت تتكلم معاها وبتواجهها طبعا وبتقول انها عارفة انها حملت الملف، ولان كيتي عارفة انهم متراقبين بتعرف ان كلام اختها ده هيسبب مشكلة، علشان كده بتنكر انها حملت الملف وبتحاول تبان طبيعية جدا. فبتضطر مادي تقول لها انها مصدقاها لكنها مش بتكون مقتنعة قوي بكلامها. وجوه السجن برام بيتكلم مع ألين ولانه اتفق مع المقاومة اصلا بيبدأ ينقله خطط وهمية وبيقطع كلامهم واحد من الحرس وبيقول لألين ان في شخص مهم طالب يقابله، فبيخرج ألين معاه وبيسيب برام لوحده. وفجأة بعد ما بيخرج برام بيقوم يدور في مكتبه وبيقدر انه ياخد بطاقة المرور بتاعته قبل ما يرجع بسرعة، ولان ألين شافه جنب مكتبه بيشك فيه، فبيضطر برام ساعتها انه يقول له جزء من خطة المقاومة لكن مش الخطة الحقيقية كاملة، وبيعرفوا انهم بيصنعوا قنبلة لانهم ناويين يهربوا. وبسبب عملية التفجير اللي حصلت قدام المنطقة الخضراء ويل بيخرج مع فرقة وبيهجموا على بيت واضح انهم عرفوا انه في مجموعة الايد الحمراء، والبيت بيبقى مليان بعناصر المقاومة فعلا، وبيقدر ويل واللي معاه انهم يقضوا عليهم كلهم، وكمان بيقبضوا على شوية ومنهم فرانكي، وبيفضل بورك يستجوبهم بطريقته طبعا، واللي بيكذب او مش بيرد عليه بيموته في ساعتها. وبعد ما بيخرج برام من عند ألين بيقابل مايا وبيديها بطاقة المرور اللي سرقها وهو خايف، فبتطمنه مايا ان ألين مش هيلحق يكتشف انها اتسرقت لانهم هيبدأوا ينفذوا العملية حالا. وفي المخبأ عند المقاومة بيقدروا انهم يفكوا تشفير الملف وبيقولوا لبروسارد انهم اكتشفوا حاجة خطيرة جدا وهي معلومات عن تعداد سكان المستعمرة من اول يوم حصل فيه الغزو، وواضح انهم بيبعتوا عدد معين كل شهر يشتغلوا في المكان اللي اسمه فاكتوري، والخطير بقى ان بيانات التعداد دي بتوصل للصفر بعد فترة، معنى كده انهم هيوصلوا لمرحلة مش هيبقى في ناس في المستعمرة نهائي. وزي ما مايا قالت لبرام بيبدأوا يتحركوا جوه السجن فعلا، فبيعلن الامن حالة الطوارئ وبيقفل كل مكان، لكنهم طبعا معاهم بطاقة مرور ألين وبيتحركوا براحتهم، وبيوصلوا المكان زي مخزن في حاجات متغطية بقماش أحمر، وبيطلع إن تحت القماش ده جهاز شبه الكبسولة الفضائية، والغريب إن الكبسولات دي بيبقى جواها أشخاص زي ما يكونوا منيمينهم علشان يبعتوهم لمكان معين. وبنعرف إن الكبسولات دي هي هدف المقاومة، وبتفتح مايا كبسولة وبتخرج منها واحدة لأنها ناوية تحط مكانها المتفجرات اللي معاها، لكن قبل ما تعمل كده حد بيدخل للمكان اللي هم فيه، فبيروح برام يشوف هو مين ويحاول يوقفه، ولسوء حظه انه بيطلع رئيس الحرس واللي طبعا بيضرب برام وبيكون على وشك انه يقتله، لكن لحسن حظه ان اديسون بيلحقه في اخر لحظة وبيقول له يرجع بسرعة وسط المساجين قبل ما حد يلاحظ انه اختفى، وفعلا بيرجع برام وبيقف وسط المساجين تاني. ومن كلام ألين بنعرف ان الاجهزة دي الاحتلال هياخدها النهاردة، وبنفهم ان هي دي خطة المقاومة من الاول، ومرة واحدة وطيارة الاحتلال في الهواء بتنفجر وبتتدمر تماما وبتعمل انفجار شديد جدا لدرجة ان كل اللي في المستعمرة بيشوفوا الانفجار وبيتصدموا، فبيدي ألين اوامر لجنوده يرجعوا المساجين لاماكنهم، ولما بيدخلوهم بيتكلم برام مع اديسون، وبنفهم من كلامهم ان مايا ضحت بنفسها لأن القنبلة كانت محتاجة حد يفجرها على السفينة. وبعد اللي حصل ده كيتي بتتكلم مع ويل في الحانة، ولأنها عرفت من بروسارد المعلومات اللي على الفلاشة بتعرفه هو كمان، وبتقوله إن اللي هم عايشين فيها دي مش مستعمرة وإنها معسكر للموت والاحتلال مربيهم زي الحيوانات، بيستخدم شوية منهم كل فترة علشان يشتغلوا عندهم، وبعد فترة معينة هيخلصوا على كل الناس اللي هنا وأكيد هيتنقلوا على مستعمرة تانية يعملوا فيها نفس الكلام. فبيقول لها ويل انهم لازم يخرجوا من هنا باي طريقه في اسرع وقت ممكن، وبيعرف منها ان قدامهم حوالي سنتين وساعتها هيجي الوقت اللي هيفضوا فيه المستعمره من الناس اللي فيها تماما. وبعد ما بتخلص كلام مع ويل بتروح لمخبأ المقاومة تاني علشان يشوفوا هيتصرفوا ازاي بعد اللي هم عرفوه. واول حاجة بروسارد بيقرر انه يبعد الجزء اللي هم خدوه من الفضائي، وبيقول لهم انه هيوديه لواحد اسمه هينيسي لانه خطر عليهم دلوقتي ومش هيعرفوا يتعاملوا معاه. وبعد ما بيخرج هو وكيتي سيمون بيبقى متعصب ان بروسارد هو اللي بيدي الاوامر، وبيقول لمورجان ان مفيش فرصة قدامهم وسط كل اللي بيحصل، وانهم لو سلموا بروسارد والجزء اللي سرقوه ده للامن هيوافقوا انهم يخرجوهم من المستعمرة.
فبتضطر مورجان انها توافق وبيتفقوا على خطة. وفي السجن عند ألين فجأة بيلاقي عربيات كتير من القيادة قدامه، وبينزل منها هيلينا وواضح انها متوترة جدا، وبتقول لألين يركب معاها العربية حالا وان مفيش وقت للشرح. فبيقول لها ألين انه قتل كل اللي مسؤولين عن الانفجار اللي حصل، ولو ادوله وقت كمان هيقبض على باقي المقاومة اللي في السجن. لكن هيلينا بتقول له ان مجلس الاحتلال خلاص قرر العقاب، وبتقول له يركب معاها العربية حالا لو عاوز يفضل عايش. فبيروح معاها ألين، لكن قبل ما بيمشي بينادى على برام وبياخدوا معاهم في العربية وبيهربوا من المكان بسرعة. والصدمة ان بعد ثواني سفينة بتضرب السجن وبتمسحه بكل اللي فيه كنوع من العقاب على العملية اللي المقاومة عملتها. وفي مخبأ المقاومة بيشوفوا بروسارد وهو داخل للمكان، وبيجهز سيمون نفسه علشان يقتله ويسلم جثته للأمن. وفعلا أول ما بيدخل بروسارد بيحاول يضربه بالنار، لكن المفاجأة إن المسدس بيكون فاضي ومورجان بتضربه على دماغه، وبيكمل عليه بروسارد هو كمان وبيقتله. وبيطلع إن مورجان ضحكت عليه علشان ما يفضحش الخلية. وفي البيت عند ويل تشارلي وجريسي بيبقوا مع لينزي، ومفيش حد غيرهم في البيت تماما. ولأن تشارلي متربي وسط العصابات بيحس إن في خطر بيقرب من بيتهم، وفجأة بياخد أخته من إيدها وبيجري بيها على الدور التاني بسرعة. وبعد ثواني فعلا بيدخل أشخاص للبيت وبيقتلوا لينزي، وبيقلبوا البيت كله زي ما يكونوا بيدوروا على تشارلي وجريسي. وفي نفس الوقت ويل وكيتي بيكونوا راجعين للبيت، وبيتصدموا أول ما بيشوفوا لينزي مقتولة على الأرض قدامهم. ومن العلامة اللي على الحيطة بيفهم ويل إنهم مجموعة الإيد الحمراء، فبيطلع للدور التاني بسرعة هو وكيتي وبيقدروا يخلصوا على اللي لسه موجودين. ولحسن حظهم إن تشارلي ذكي وعرف يتصرف، وبيلاقوه واخد أخته معاه وقاعد بيها على البيت من بره، ومعاه سكينة كمان علشان يحاول يحميها. وطبعا بعد اللي حصل الأمن بيقلب المكان كله، وألين بيبقى موصل برام معاه لبيته وبيعرف اللي حصل، وبيعرف كمان إنهم نقلوا ويل وعيلته لبيت أمان لأنهم كده يعتبروا مستهدفين ولازم يحموهم. فبيروحوا على البيت الجديد وبينزل برام هناك، وبيتفاجئ ويل وكيتي طبعا لما بيلاقوا ابنهم هو اللي بيخبط على الباب، وهو نفسه بيبقى متفاجئ لأنه أول مرة يشوف أخوه تشارلي من يوم الغزو. وفي مكان بره المستعمرة بنشوف اتنين بيتكلموا مع بعض وبيجهزوا طيارة، ومن كلامهم بنفهم انهم بيخططوا يدخلوا للمستعمرة اللي فيها ويل، وبينجحوا فعلا في كده وبيعدوا من فوق السور. لكن طبعا طيارات الاحتلال بترصدهم وبتبدأ تهاجمهم، وخلال ثواني الطيارة بتكون متدمرة. وفجأة في بيت اتنين من السكان بيقع عندهم شخص في حمام السباحة، وبيطلع ان هي دي اللي قدرت تنجو من الهجوم، بس لسه مش واضح بالظبط هي مين وايه سبب دخولها للمستعمرة. وبعد كام ساعة بيوصل ويل وبوركي للمكان، وبيلاقوا الشخص اللي كان مع اللي هربت دي ميت. وبيلاحظ ويل ان في شنطته جهاز اتصال ومظبوط على تردد معين، فبيبوظوا من غير ما حد ياخد باله علشان ما يقدروش يوصلوا لحاجة. وبيرجع بعدها للبيت وبيخرج هو وكيتي بعيد عن أجهزة المراقبة، وفي الطريق بيعرفها باللي حصل، وان في واحدة من الاتنين اللي كانوا على الطيارة قدرت انها تهرب. فبتقول له كيتي انهم لازم يوصلوا لها قبل الاحتلال، يمكن تكون من المقاومة اللي بره السور وتقدر تساعدهم. وبعد ما بتسيبه بتروح تقابل بروسارد وبتعرفه هو كمان، فبياخدها وبيروحوا هما الاتنين يقابلوا هينسي، وده الشخص اللي سلموه الجزء اللي خدوه من الفضائي. بس الغريب ان لما بروسارد بيتكلم معاه مش بيرد عليه، وبيتصدم لانه بيشوف رقبته وبيعرف انه مقتول. فبيخرجوا من المكان بسرعة هما الاتنين قبل ما يتكشفوا. وفي مبنى الامن بوركي بيدخل يتكلم مع دان، وبيقول له ان ويل ومراته شغالين مع المقاومة، وبيطلع انه شاف فيديو المراقبة ومادي بتتكلم مع كيتي، وبيعرفوا ان كيتي غالبا هي اللي حملت الملف من جهاز نولان. فبيقول له دان يدور في الموضوع اكتر علشان يتأكد، ولو ده حقيقي فعلا يستخدمهم علشان يوقع بروسارد قبل ما يقبض عليهم. وشوية وبيرجع له بوركي مرة تانية وبيقول له انه دور في ملفات العمليات اللي المقاومة نفذتها قبل كده، ولقى في واحد من الفيديوهات صورة كيتي واضحة جدا، وبكده يبقوا اتأكدوا انهم من المقاومة فعلا. وفجأة ولاد ويل بيلاقوا حد بيخبط على الباب، ولما بيفتح برام قوات الامن بتدخل وبيملوا البيت كله، وبيتكلم الضابط مع بورك وبيقول له انهم مسكوا ال3 اطفال، وبعد ما لقوا هينسي ميت بيروحوا المكان تاني يستخبوا فيه. وكيتي بتبقى معرفة ويل هو كمان علشان يقابلهم هناك، وبيوصل ويل فعلا للمنطقة اللي هم فيها، بس بيلاحظ حركة غريبة في المكان وبيعرف انه متراقب، وعلشان كده ما بيدخلش للمكان اللي فيه
بروسارد وكيتي، وبيدخل لمطعم جنبه علشان يبعد الامن عنهم. واول ما بيدخل المطعم بيلاقي اتصال جايله من كيتي، فبيتكلم معاها وبيعرفها انه متراقب. واول ما بوركي بيشوف اللي بيحصل بيتعصب، وبيقول لدان انهم لازم يهجموا عليه حالا لانه بيحذر مراته. وفعلا القوات بتدخل للمكان، وللاسف ويل ما بيقدرش يهرب. ومن اللي بيحصل كيتي بتعرف على طول ان ولادهم اكيد في خطر، فبتطلب من بروسارد يساعدها، وبيروحوا هما الاتنين على هناك. وبعد ما قبضوا على ويل بوركي بيحقق معاه، وعلشان يخلوه ينفذ اللي هم عايزينه بيهددوا ان ولاده معاهم، ولو بس فكر يرفض انه يتعاون معاهم هيبعتوهم كلهم لفاكتوري. فبيضطر ويل ساعتها انه يوافق، وبيقول لهم انه يقدر يسلمهم اللي كانت على الطياره وهربت منهم في المستعمره. وطبعا دان بيوافق وبيديله جهاز اتصال، ولان ويل عارف التردد اللي كان على الجهاز بيقدر يوصل لها فعلا. وبيقول لها ان هينيسي مات وهو دلوقتي اللي معاه جزء الفضائي اللي هي عاوزاه، فبتقع في الفخ وبتقوله على مكان معين يقابلها فيه. وفي نفس الوقت كيتي بتوصل مع بروسارد للمكان اللي فيه ولادها، وبكده يبقوا امنوا ولادهم، ودان ما بقاش يعرف يتحكم في ويل، واللي بيكونوا خرجوا هما الاتنين مع بورك علشان ينفذوا خطتهم. بس قبل ما ينزل ويل من العربية بيقول لهم انه عاوز يتكلم مع ولاده الاول. وطبعا لما بييجوا يكلموا الفريق اللي مع ولاده محدش فيهم بيرد، وساعتها ويل بيفهم ان كيتي وبروسارد انقذوهم، فبينزل من العربية برضه وبيبدأ ينفذ الخطة. ولما بيحس بورك انه كشف اللي بيحصل وهيهرب بيقرب منه وبيقول له يلغي العملية، فبيكسر ويل ازازة وبيضربه بيها وبيجري، وبيقدر انه يهرب من اللي بيطاردوه وبيوصل لمكان تحت الارض. بس المشكلة انه بيلاقيه طريق مسدود، ولحسن حظه ان في حد بيظهر وبينقذه في اخر لحظة، وبيطلع ان الشخص اللي انقذه هي نفسها اللي كان جاي يقابلها. ولانها شافته وهو بيضرب بورك قررت انها تساعده، وبتفتح الباب اللي قدامهم وبيهربوا هما الاتنين من المكان. وبعد ما انقذوا الاطفال كيتي وبروسارد بياخدوهم لمخبأ المقاومة، وبعد كام ساعة بيلاقوا حد بيخبط على الباب، وبيطلع ان ويل جالهم على هناك بعد ما هرب، وبيقول لهم انه تواصل مع اللي دخلت لمستعمرتهم وعرف ان اسمها نوا، وطلبت منه انهم يقابلوها في موقع محايد لانها لسه مقلقة برضه ومش واثقة فيهم تماما. وفعلا بيخرج هو وبروسارد وبيروحوا على المكان اللي هي حددته، وبتقابلهم هناك وبتقول لهم انها بتمثل مجموعة من المقاومة بره المستعمرات، وجات لمستعمرتهم لان هينيسي تواصل معاهم وقال لهم انه معاه جزء من تكنولوجيا الفضائيين، والجزء اللي معاهم ده مهم لمجموعتها جدا لان الحرب الحقيقية على وشك انها تبدأ، وغالبا الجزء اللي معاهم ده هيؤدي انهم يكسبوا الحرب. وبعد ما بيأمنوا البعض بياخدوها معاهم للمخبأ، وبيعرفها بروسارد ان الجزء اللي خدوه من الفضائي مش موجود معاهم حاليا، وان في منظمة اسمها الايد الحمراء قتلوا هينيسي وسرقوه. فبتقول له نوا انهم لازم يتصرفوا ويرجعوه باي طريقة لان كل خططهم متوقفة على الجزء اللي معاهم، ولانهم هيحتاجوا يخرجوا بالجزء ده من المستعمرة بيروحوا البيت واحد من الحراس وبيفضلوا يسألوه اذا كان في اي طريقة تخليهم يعدوا من التفتيش. فبيقول لهم الحارس ده ان الحراسة دلوقتي مشددة اكتر من الاول، حتى موكب الوكيل نفسه بيتفتش وبيتمسح بالاشعة، والوحيدين اللي بيخرجوا من غير تفتيش هم فرقة اسمهم البلاك جاكس، ودول مش هيقدروا يقربوا منهم لانهم اعلى قوة امن شغالة لحساب الاحتلال، وبيعرفوا منه انهم بيركبوا عربيات سودا وزيهم اسود. وبعد كل ده طبعا بيهددوا انه لو بلغ عنهم هيقولوا انه من المقاومة، وبما انه قال لهم على معلومات هيتحاكم زيهم، وبيسيبوه بعدها وبيخرجوا من البيت. وبعد ما بيخرجوا بيتكلموا هما التلاتة مع بعض، وبيقرروا ان افضل طريقة للخروج من المستعمرة هي انهم ياخدوا عربية من البلاك جاكس، وعلشان يقدروا ياخدوها لازم يعملوا لهم كمين. وفي البيت عند نولان بيلاقي الامن قدامه وهو داخل مع مادي، ودول بيبقوا فرقة البلاك جاكس اللي الحارس كان بيتكلم عنهم، ولانهم عرفوا موضوع الملف اللي كيتي حملته بيحققوا مع مادي. لكن طبعا مادي بتنكر انها تعرف اي حاجة، ولسوء حظها انها ما تعرفش ان كلامها مع كيتي متسجل، وده بيخلي اللي بيحقق معاها يعرف انها بتكذب عليه. ولان نولان عاوز يخلص نفسه ومادي من الموضوع ده بيدخل يتكلم معاها، وبيقول لها ان الحل الوحيد هو انهم يسلموهم كيتي، وبيطلب منها تشوف طريقة توصلهم بيها لاختها. وفعلا مادي بتسمع كلامه وبتروح على الحانة، وبيبقى في زي اشارة متفقة عليها مع اختها في حالة الطوارئ، وهي انها تربط علامة على العمود اللي قدام الحانة. ولان بروسارد مراقب المكان بيعرف كيتي ان اختها سابت لها اشارة، فبتفهم كيتي ساعتها ان مادي بتطلب مساعدتها، لكن ويل بحكم خبرته في المخابرات بيقول لها انه فخ،
فبتصمم كيتي انها تتكلم مع اختها وتتأكد بنفسها، وبيبدأوا يجهزوا نفسهم بالاسلحة علشان يخرجوا، يمكن يكون فخ فعلا وقوات البلاك جاكس مستنياهم. وبيخرجوا هما التلاتة وبيبدأوا ينفذوا الخطة. وبتروح كيتي تتصل على اختها من تليفون في الشارع وبتقول لها تجيب ابنها معاها وهما هيتصرفوا وينقذوها. لكن قبل ما تكمل كلامها توقع ويل بيطلع صح، لان مورجان بتقول لكيتي ان في عربيه بلاك جاكس بتقرب منها بسرعه، معنى كده انهم مراقبين الاتصال وقدروا يوصلوا لها. فبتقفل كيتي معاها وبتجري من جنب التليفون وبتدخل لمكان تاني بيجبر جنود البلاك جاكس انهم ينزلوا من عربيتهم. وبيظهر ويل علشان يحمي كيتي ويعطلهم شويه، وفي نفس الوقت بروسارد بيكون راح للعربيه وبيقتل الجندي الوحيد اللي فيها وبيرميه بره، وبياخد العربيه وبيروح يساعد بيها ويل وكيتي وبيعرفهم انه مستنيهم ولازم يخرجوا له بسرعه. وبالصدفه على الشاشه اللي قدامه بيلاقي ملفات لاشخاص معينين، ومن الاشخاص دول بيلاقي ملف ويل قدامه بس ما بيبقاش فاهم ايه هي فايده الملفات دي بالظبط. وفجاه ويل وكيتي خارجين بيلاقوا شخص ناوي يدمر العربيه، فبيحذروا بروسارد وبيقدر انه يخرج في اخر لحظه. وبتيجي واحدة من طيارات الاحتلال تنسف العربية تماما، وبعد اللي حصل ده وفشل خطتهم بيرجعوا لمخبأهم تاني، وبيبقوا مستغربين من قوة البلاك جاكس لانهم تقريبا الوحيدين اللي بيقدروا يتحكموا في طيارات الاحتلال. وبيعرفهم بروسارد بالملفات اللي هو شافها، وبينبه ويل ان كان في ملف مخصوص ليه هو كمان. وبعد الأحداث الأخيرة وهجمات الإيد الحمراء المستعمرة بتبقى في حالة طوارئ، علشان كده أي طفل في المنطقة الخضراء بيتأمن، ومنهم ابن مادي واللي بيبعتوهم لمكان أمان أكتر تبع قادة الاحتلال. وفي مخبأ المقاومة بيتجمع الفريق بالكامل، وبتقول لهم مورجان إنها قدرت تحدد المقر الرئيسي للإيد الحمراء، وبتحذرهم إن أعدادهم كتير جدا، يعني الهجوم عليهم لازم يكون مفاجئ وسريع، ولما ياخدوا الجزء الفضائي اللي سرقوه من هينيسي يخرجوا على طول. ولأن العملية دي خطر ويل نوعا ما بيبقى مش موافق عليها، بس رأيه بيتغير لما نوى بتقول لهم الحقيقة وبتعرفهم ان معاهم واحد من قادة الاحتلال نفسهم، بمعنى ان واحد من القادة الفضائيين بقى حليف للبشر، والجزء اللي ناقص في اجزائه بس هو نفس الجزء اللي معاهم، ولو قدروا يرجعوه له هيكسبوا الحرب بعدها بسهولة. وطبعا كلامها ده بيحمسهم اكتر انهم يرجعوا الجزء ده من مجموعة الايد الحمراء، وبيتفقوا على خطة علشان يقدروا يدخلوا لمقرهم ويخرجوا بسهولة. وفعلا هما الخمسة بيبدأوا ينفذوا الخطة وبيقتلوا الحراس وبيدخلوا للمقر بتاعهم، وبيتحركوا بسرعة زي ما اتفقوا وأي حد في طريقهم بيقتلوه. وفعلا كلام مورجان بيطلع حقيقي وأعدادهم بتبقى كتير جدا وفي كل مكان، وبيوصلوا أخيرا للأوضة اللي فيها الجزء الفضائي، وللأسف بتموت نوا وهم داخلين، فبياخدوا الجزء ده وبيضطروا انهم يسيبوها مكانها وبيتحركوا علشان يخرجوا من المكان تاني بسرعة. وبسبب اعدادهم دي بروسارد بيقرر انه يفضل هو ويحاول يأخرهم بحيث ويل والمجموعة يقدروا يهربوا بالجزء اللي معاهم. وفعلا بيخرج ويل وبيقابل كيتي ومورجان وبيعرف منهم ان نوا ماتت في العملية، فبيكملوا طريقهم وبيقدروا انهم يخرجوا من المكان. وبسبب اعدادهم الكبيرة بيجبروا بروسارد انه يطلع على السطح، وطبعا دي نهاية مقفولة ومصيره هيكون الموت، علشان كده بيخرج من معاه جهاز تتبع يخص الامن وبيشغله، وده بيستدعي طيارات الاحتلال فورا للمكان، بما انه كده كده ميت يخلص على باقي مجموعة الايد الحمراء كمان. وبتحاصروا الطيارات فعلا بس ما نعرفش ايه اللي هيحصل له بالظبط. وبعد ما رجعوا للمخبأ ما بيبقوش عارفين يتصرفوا ازاي، لان نوا كانت الطريقة الوحيدة علشان يتواصلوا مع المقاومة بره السور. وفجأة بيلاقوا حد بيخبط على الباب وبيتصدموا ان بروسارد لسه عايش وقدر يهرب، وبيقول لهم ان طيارات الاحتلال مسحت جنود الايد الحمراء بالكامل وحصروه هو كمان بس ما عملوش فيه اي حاجة. فبيقول له ويل ان ده نفس اللي حصل معاه برضه لما كان بيرجع تشارلي. وبتقول لهم كيتي ان ده ممكن يكون له علاقة بالملفات اللي هو شافها، بس لسه برضه مش فاهمين ايه سبب اهتمام قادة الاحتلال بيهم. وبنروح لهيلينا وهي بتتكلم مع ألين، وبيقطع كلامهم اتصال من قيادة الاحتلال، واللي بتكلم هيلينا بتقول لها ان القادة قرروا يخلصوا من مستعمرتها بالكامل لانها مش قادرة تسيطر على المقاومة، وبتأمرها تبدأ تجمع كل السكان اللي عندها علشان هيتنفوا الفاكتوري. وطبعا هيلينا بتتصدم من كلامها لدرجة انها مش بتقدر تقول لألين على الخبر،
وعلى كاميرات المراقبة مورجان بتلاقي جنود من البلاك جاكس بيقربوا منهم، وواضح كده انهم قدروا يعرفوا مكان المخبأ بتاعهم. فبتعرف المجموعة وبيبدأوا يجهزوا نفسهم علشان يهربوا، وبيخلوا برام يتحرك هو الأول مع اخواته، وبيفضلوا هما الأربعة في المخبأ علشان يأخروا الجنود شوية. وللأسف مورجان بتموت أول ما بيبدأوا الهجوم عليهم، وكيتي بتروح لولادها علشان تخرجهم من المكان بسرعة. وبيقدر ويل وبروسارد انهم يخلصوا على الجنود اللي وصلوا لهم، ولأن ألين حاسس بحركة غريبة في المستعمرة بيروح يقابل هيلينا، وبيقول لها ان من اللي بيحصل حواليه فهم كل حاجة. فبتقول له هيلينا ان الاتصال جالها امبارح وهو معاها، وما عرفتهوش لانها كانت فاكرة انها تقدر تمنع الموضوع، بس للأسف فشلت، وحاليا بدأوا يجمعوا السكان كلهم. وبتقول له كمان ان التسليم هيتم بعد 6 ساعات، وبتطمنه ان جالها ترقية للقيادة العليا، وطلبت انه يكون معاها وايدها اليمين في المرحلة الجاية. وبتقول له يرجع لبيته وهيلاقي عربية جاية تاخده. وبعد ما خرجوا من المخبأ كيتي والمجموعة بيروحوا لشخص يعرفوه، وبيقعدوا يفكروا هيتصرفوا ازاي لانهم في خطر. فبيقول لهم ويل ان الحل الوحيد قدامهم هو انهم يخرجوا من المستعمرة، وعلشان يعملوا كده بيفكر انه يتواصل مع ألين، ولان مفيش حل تاني قدامهم بيضطروا كلهم انهم يوافقوا. وفعلا ألين بيلاقي واحد من الجنود بيقول له ان جاي له اتصال من شخص مجهول، فبيرد عليه وبيلاقيه ويل هو اللي بيكلمه، وبيقول له انه عارف مكان جزء الفضائي اللي هم بيدوروا عليه، وبيديله عنوان يقابله فيه، وبيقول له يكون لوحده. وبعد كام ساعة بيروح ألين فعلا يقابله، وبيترعب طبعا أول ما بيشوف بروسارد هو كمان. فبيقول له ويل يطمن وإنهم فريق واحد دلوقت، وبيقول له ويل كمان إنه هيعمل معاه اتفاق وهيسلموا الجزء اللي هم بيدوروا عليه، بس في المقابل هيخرجهم كلهم بره المستعمرة. لكن الغريب ان ألين نفسه بيقول لهم انه عاوز ينضم لهم ويساعدهم، وبيعرفهم ان قيادة الاحتلال قررت تنفي كل السكان لفاكتوري، واللي بيحصل ده مضايقه هو كمان ومخليه عاوز ينتقم. فبيقتنعوا بكلامه وبيرجعوا يعرفوا كيتي هي كمان، ومع ان بروسارد شاكك فيه الا ان مفيش حل تاني قدامهم، فبيقرروا انهم يتعاونوا مع ألين ويهربوا، ما عدا بروسارد اللي بيقرر انه يفضل في المستعمرة. وفي نفس الوقت كل السكان بيكونوا اتجمعوا في مكان واحد، حتى مادي اخت كيتي بتبقى واحدة من اللي هيتنفوا، لان نولان نفسه اتشال من منصبه وهيتنفي هو كمان. وبنشوف عربية من عربيات الامن وهي بتقابل ألين، وبيطلع انه متفق مع ويل وكيتي وعاملين لهم فخ، وده علشان ياخدوا لبسهم والعربية بتاعتهم. وبيرجعوا بعد كده ياخدوا ولادهم هم كمان، وبيعرضوا على الشخص اللي كانوا مستخبيين عنده انه يهرب معاهم، لكنه بيرفض وبيقرر انه يفضل في المستعمرة. فبيروحوا يقابلوا ألين كلهم وبيركبوا العربية، وبيوصلوا للسور وبيعدوا على أول نقطة تفتيش. وطبعا ألين من الطبقة الحاكمة وبيحاول يستغل ده علشان يعدوا، لكن الضابط اللي مسؤول عن الكمين بيشك فيهم وبيأمرهم كلهم ينزلوا من العربية علشان يتفتشوا. وطبعا في اللحظة دي بيعرفوا انهم هيتكشفوا، فبيقلع ويل القناع اللي هو لابسه وبيرفع عليهم سلاحه، وبيتقلب المكان كله في ثواني. وبيقول لهم ويل ان القيادة مخبيين عليهم الحقيقة، وان اهاليهم اللي جوه المستعمرة بيتجمعوا حالا علشان يتنفوا الفاكتوري. ولما بيسمع الضابط الكلام ده بيخلي جندي يرن على اهله، وطبعا مفيش حد بيرد عليه، وبيتأكد ان كلام ويل حقيقي فعلا. وعلشان يطمنوا اكتر ويل بينزل سلاحه هو الاول، فبيأمر الضابط ساعتها كل جنوده ينزلوا اسلحتهم ويسيبوهم يمشوا. وبعد ما بيخرجوا بيشوفوا سفن كبيرة في كل مكان فوق المستعمرة، وطبعا ده معناه ان كل السكان مصيرهم الموت في المكان اللي اسمه فاكتوري، ولان مفيش حاجة في ايدهم يعملوها بيكملوا طريقهم، يمكن يقدروا يوصلوا للمقاومة اللي بره السور، وساعتها فعلا ممكن يعملوا حاجة ضد الاحتلال. وكالعادة ألين بيفضل خاين زي ما هو، لانه بيطلع جهاز تتبع صغير من جيبه وبيشغله، معنى كده انه متفق مع قيادة الاحتلال، وغالبا هدفهم المرة دي هو المقاومة اللي بره السور. وفي الموسم الجاي هنعرف اللي هيحصل مع عيلة ويل بالظبط، واذا كانوا هيكتشفوا خيانة ألين قبل ما يسبب كارثة ولا لا، وهل المقاومة اللي بره السور دي تقدر تحارب الاحتلال فعلا. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تسيب كومنت ولايك للفيديو. ودي كانت نهاية ملخص النهاردة، يا رب يكون عجبكم، وكالعادة كان معاكم شعيب، سلام.